من قناة أخبار متنوعة. السلام عليكم. لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات اليومية التي نقوم بنشرها على القناة. تراجعت الجزائر عن قرارها حظر استيراد المنتجات والسلع التي تخضع لإعادة الشحن من ميناء طنجة المتوسط، خاصة تلك المتعلقة باللحوم والمنتجات الأخرى القابلة للتلف. وجاء في وثيقة الرابطة المهنية للبنوك والمؤسسات المالية الجزائرية موجهة إلى جميع مدراء البنوك أن قرار 10 يناير الماضي بحظر استيراد المنتجات التي تخضع لإعادة الشحن من الموانئ المغربية تم التراجع عنه. وأضافت الوثيقة ذاتها أن مدراء البنوك ملتزمين بالمضي قدما في توطئة جميع عمليات استيراد المنتجات، ولا سيما تلك القابلة للتلف، وخاصة اللحوم التي يكون تاريخ صعودها إلى متن السفينة قبل 10 يناير 2024. وأشارت الرابطة إلى أنها تلقت تعليمات من وزارة النقل بخصوص مذكرتها حول حظر استيراد المنتجات والسلع التي تمت إعادة شحنها في الميناء المغربية أو في الموانئ المغربية، تقضي بالتراجع عن القرار. جدير بالذكر أن السلطة المينائية بطنجة المتوسط أعلنت أن المركب المينائي عالج سنة 2023 المنصرمة أكثر من 8.6 ملايين حاوية، أي بنسبة 95% من الطاقة الإسمية للمركب المينائي، وهي نتيجة تحققت قبل 4 سنوات من الأهداف المسطرة. وأفادت السلطات المينائية في بلاغ حول حصيلة النشاط المينائي لسنة 2023 أن المركب المينائي طنجة المتوسط قام السنة المنصرمة بمناولة 8.6 مليون حاوية، أي بزيادة قدرها 13.4% مقارنة بسنة 2022، موضحة أنه تم تحقيق هذا الأداء المتميز الذي يعادل 95% من الطاقة للميناء قبل 4 سنوات من الأهداف المسطرة.